مليون مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي الفوز بكأس السوبر المصري على بيراميدز بنتيجة 1-0. مباراة كبيرة جدا للاعيبة النادي الأهلي، مباراة رائعة أيضا في المدرجات لجماهير النادي الأهلي اللي اكتسحت ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي. 32 ألف تذكرة، 32 ألف فرد موجودين في ملعب اللقاء، كلهم لابسين تيشيرتات النادي الأهلي وبيشجعوا النادي الأهلي قلبا وقالبا. منظر رائع جدا في الملعب، مباراة على أعلى مستوى من النادي الأهلي، مباراة مفتوحة، مباراة كانت ند بالند من فريق نادي بيراميدز. أيضا فريق نادي بيراميدز كان بيجاري النادي الأهلي، مباراة مفتوحة، مباراة حلوة جدا، فرص هنا وفرص هناك، أشواط إضافية. لكن من هو نجم اللقاء من وجهة نظر؟ هو محمد الشناوي، حارس عرين النادي الأهلي، اللي بيثبت كل يوم إنه حارس عملاق ومن طراز رفيع. محمد الشناوي شال كرة كده من وليد الكارتي وكانت النتيجة 0-0. الكرة اتلعبت عرضية، وليد الكارت حطها على يمين محمد الشناوي. أي حارس مرمى في العالم يقعد يتفرج على الكرة وهي داخلة المرمى مع اللاعبين ومع الجمهور ومع الناس كلها، لكن محمد الشناوي زاد عن مرماه وحط ايده كده ورمى نفسه وشال الكرة. انقاذ رائع من محمد الشناوي عشان يقدر يحافظ على فرص النادي الاهلي في التعادل السلبي، الى ان جاء بعد كده دخول كهربا اللي دايما بيكهرب المباريات، وقدر ان هو في كوره كده من احمد سامي مدافع بيراميدز، بعد ما زي ما غلط او ان هو اتاخر احمد سامي في الضغط على كهربا، كهربا حط وشه في الكوره وانفرد تماما بالمرمى، واحمد سامي ملقاش غير ان هو يحاول يعرقل الكهربا، وضربة جزاء صحيحة للنادي الاهلي عشان بقى مين؟ علي معلول يحط الزغلول زي ما بيقولوا، وهدف للنادي الاهلي في الشوط الاول الاضافي. محمد الشناوي شال اكتر من كرة في المباراة، ايضا احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز تألق في اكتر من كرة. زي ما بقول لكم كانت مباراة مفتوحة، مباراة رائعة ما بين الفريقين. من وجهة نظري لو كانت المباراة دي أمام نادي الزمالك كان هيبقى المباراة فيها عصبية كبيرة جدا، والأجواء دلوقتي مشحونة، والأجواء ليست في أفضل حالاتها ما بين الفريقين، وبالتالي فعلا كانت مباراة بيراميدز هي البديل الأفضل ليخرج كأس السوبر بالمنظر الرائع واللي بيليق بسمعة الكرة المصرية. بالنسبة للتحكيم كان الحكم محمود البنا، لم يكن التحكيم من وجهة نظري في أفضل حالاته. كانت هناك ركلة جزاء صحيحة لحسين الشحات، شفنا علي جبر كده حسين الشحات استخلص الكورة ورايح انفراد بأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، ولكن بقى علي جبر كده بضغط بإيده على كتف حسين الشحات، ويعني من وجهة نظري كانت ضربة جزاء صحيحة جدا للنادي الأهلي. أيضا كان في هناك كورة في برضو كان علي جبر متسبب في كورة كده مع قندوسي، وكانت الكورة دي قندوسي كده أخطأ علي جبر في استلامه للكورة، وقندوسي استخلص الكورة وكان رايح انفراد من على خط ال 18 بالمرمى، ولكن علي جبر برضو أعاقه. وأنا من وجهة نظري كانت لازم يبقى فيها طرد لعلي جبر، لكن الحكم اكتفى بإنذار فقط لعلي جبر. كان اليوم مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي الفوز ببطولة السوبر للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي الأهلي، وكانت روح رياضية كبيرة جدا من لاعيبة النادي الأهلي، وممر شرفي كده للاعيبة نادي بيراميدز اللي بكل أمانة كانت أجادوا في المباراة وقدموا مباراة على مستوى عالي، مباراة قتالية، مباراة مهاريا، مباراة مفتوحة، مباراة الصراع زي ما بيقولوا رجل لرجل في المباراة. ولكن بقى النادي الأهلي بالخبرات قدر ان هو يحسم المباراة ويحسم البطولة لصالح أخلاق لاعيبة النادي الأهلي، والأخلاق الرياضية دايما فوق كل شيء. والممر الشرفي هو كان لقطة المباراة في نهايتها للاعيبة نادي بيراميدز. شفنا أيضا تنظيم على مستوى رائع من دولة الإمارات العربية الشقيقة في إمارة أبو ظبي، وكان الحدث فعلا يليق بالنادي الأهلي ويليق ببيراميدز ويليق باسم وسمعة الكرة المصرية. مليون مبروك للنادي الأهلي الفوز ببطولة لتدخل بطولات النادي الأهلي وتدخل دولاب البطولات من جديد، ليتسع دولاب بطولات النادي الأهلي لبطولة جديدة. مليون مبروك للاعبين، مجلس إدارة النادي الأهلي، ولسه جمهور النادي الأهلي بيتمنى القادم
بيتمنى اللي جاي. النادي الاهلي دايما لا يتوقف عن حصد البطولات، النادي الاهلي وجمهوره دايما بيطمع في المزيد والمزيد من البطولات، والبطولة القادمة عين النادي الاهلي وعين لاعيبة النادي الاهلي على حسم لقب الدوري العام. وايضا الاميرة السمراء 11 ان شاء الله تكون هي ايضا من نصيب النادي الاهلي. كان سريعا كده الاتحاد الافريقي والكاف اعلن عقوبات نادي الترجي التونسي، واللي كان من ضمنها ايقاف دخول جمهور او حرمان نادي الترجي التونسي من الجماهير لاربع مباريات، منهم مباراتين كده حاجه زي وقف مع وقف التنفيذ كده. وايضا غرامه كانت حوالي 300 او 350 الف دولار على نادي الترجي التونسي، نظير بقى الأحداث اللي حصلت في المباراة الماضية لنادي الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا. مليون مبروك للنادي الأهلي وجمهوره، مليون مبروك للنادي الأهلي، مليون مبروك للكرة المصرية. لعيبة نادي بيراميدز أيضا تعبت قتلت لحد آخر دقيقة في المباراة، لكن التوفيق كان في حليف المجتهد وهو النادي الأهلي. مليون مبروك للكرة المصرية، وهارد لك نادي بيراميدز في قادم المواعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.